عندنا فريق النادي المكناسي. كاين كاين كان هذا الاسبوع هذا فهمتي اعلان على تجديد العقود، وخاصه ديال اللاعب المهراوي. دونك المهراوي اللي تمدد العقد ديالو لسنه 2027. دونك نذكروا انه اللاعب مهراوي فكان عنده عقد حد موسم حد الموسم المقبل. دونك بالنسبه حد شهر يونيو 2029 زاد له عام في الكونترا ديالو. دونك لاعب مهراوي تلاحظوا واحد تقدم كبير في المستوى ديالو، مكمل ديك لا لونسي اللي كان عليها في الموسم المقبل. دونك هنا كاين عليه اضواء كثيره. لاعب اللي هداف البطوله، دونك كان هداف البطوله حد يوم امس اليوم. دونك كاين لاعب دونك ديال الوداد اللي خدا صداره ديال الهدافين بتسعود ديال الاهداف. دونك لاعب دونك اللي تتعاقد ديالو. كاين ايضا لاعب الديب اللي حسب اخبار دونك اللي توصلنا بها زعما التوقيع ديال الجديد ديالو ايضا. دونك هادو جوج لاعبين محوريين دي جوار كلي في هذا الموسم هذا. دونك نمشي معك خويا هشام. دونك كاين هادو اخبار مهمه. فاش نقدروا نقولوا على هاد كيفاش تلقيتي الخبر ديال الجديد ديال المهراوي؟ سورتو ان القضيه هذه ما تعودناش عليها. حنا مولفين في النادي المكناسي دوك العقود ديال العام اللي كنعرفوا الكونطرا ديما كيسالي في شهر 6، انه تنعاودوا كيمشيو لاعبين تنجددوا عاوتاني التركيبه كامله في الصيف، وتتوقع ديك اعاده تجديد ديال التركيبه كامله. دونك هذه دونك سياسه جديده. شنو التعليق ديالك عليها؟ تعرف ديك الخبر، وايضا مع هذه الرؤيه ديالك بالنسبه للعقد اللي تدار وهذه السياسه الرياضيه اللي كنشوفوها حاليا؟ وهو السبب اخر كلمه قلتيها اخويا حمزه، وهي السياسه الرياضيه. السياسه الرياضيه ربما هذه الامور هذه اللي مصطلحات جديده علينا، وربما انه تنحسوا بشويه الحساسيه منها وما الى ذلك. خصوصا انه حاليا عندنا بوست اللي ربما هو اللي مكلف بهذه الامور هذه وما الى ذلك، اللي هو مدير رياضي اللي تيشوف ما هو صالح النادي المكنسي من ناحيه الانتدابات ومن ناحيه ديال الناحيه ديال التجديد ديال العقود وما الى ذلك. ربما انه حاليا النادي المكنسي كان في حاله ما اذا قبل العروض اللي كانت جات المهراوي كنا سوف نعاني في البحث عن البروفيل الملائم للمهراوي، او اننا غادي نحاولوا اننا نلعبوا باللي عندنا. ولكن الرؤيه ربما ديال المكتب عامه وديال الاداره الرياضيه هو انه غادي يكون ديال تجديد عقد انس المهراوي، وربما انه يلعب معنا موسم او موسمين اخرين قبل انه نشوفوا العروض اللي غادي تجي. اللي اكيد انني اتمنى لانس كل الخير ان شاء الله بشي عرض اللي يكون يستحق انه يلعب في الدوريات الاوروبيه وما الى ذلك. زعما بحكم السن ديالو الصغير مازال انه هامش التطور ديالو كبير. لما لا اننا نشوفوه في شي دوري اوروبي، وانه نشوفوه في السنوات القادمه حاملا للقميص الوطني الاول، ماشي القميص الوطني للمنتخب المحلي لاقل من 23 سنه فقط. امكانياته قابله للتطور وهامش تطور واسع وكبير جدا. اللاعب اللي اكيد خويا حمزه خويا اسامه انتم عاقلين من المباراه ديال رجاء بن ملال من اول الخطوات ديالو في الملعب. من اول الخطوات ديالو في الملعب كان واضحا زعما انه لاعب زعما مستواه زعما رائع. زعما من اول قصه الكره ربما انه لعب في ذاك المباراه على ما اظن لعب واحد 20 دقيقه دخل في حوالي دقيقه 70. بالرغم من الخساره في ديك المباراه وبالرغم من الشوشره اللي ناضت، حيت حنايا في مكناس دائما عندنا واحد المشكل انه نهار تنخسروا راه حنا بايعين الماتش، راه حنا كدا، راه حنا هادي عندنا بزاف الثقافه ديال التشجيع. قلتها في واحد جوج حلقات ومازال نعاود نقول انه عندنا مشكل. ولكن بالرغم من انه الشوشره اللي ناضت في ذاك الماتش وداك الهضره، وكان واحد الحديث زعما اكسترا سبورتيف بزاف ديك الحلقه في البودكاست، انا عاقل مزيان. ولكن زعما انس المهراوي كان زعما لفت الانتباه ديالي في ذاك الماتش بزاف. والحمد لله انه باقي المباريات زعما اكد علو الكعب ديالو على باقي المهاجمين اللي كانوا في الموسم الماضي. بالرغم انه شي ناس كانوا عندهم مشكل انه علاش يلعب انس وما يلعبش غونازو او ما الى ذلك، ولكن الحمد لله انس المهراوي كان من المفاتيح ديال تحقيق الصعود الموسم الماضي. هذا الموسم هذا يواصل التألق.
يواصل لانه الاداء ديالو زعما الجيد، بالرغم انه من في هذا الموسم بالمشاكل وما الى ذلك وما هو هذا، الا انه حاليا راه هو الثاني في سلم الترتيب ديال الهدافين، ولو انه البيت ديال بيت الملكي تحسب وما كان فيك الشيء راه يكون هو والريحي في نفس الترتيب. انس زعما لاعب نتمنى انه نستفيد منه قدر الامكان رياضيا وماديا، حيت اكيد انه اللاعب غادي يمشي يقلب على راسه من بعد. فنتمنى انه الجمهور المكناسي يتقبل هذه الفكره هذه تاع انه راه عادي انه يشبع اللاعب، حيت غادي تنوض واحد اللقطه حنا تنبيعوا كذا هذه، حيت واحد من نوع الجمهور واش يتفرج في الريال والبارسا تيتحاور بحال راه حنا عندنا القدره وعندنا الراحه الماليه انك ما تبيعش. بالعكس انا خصك تبيع وتدور وتقلب على لاعب على مهراوي واحد اخر وتطلعوا ما الى ذلك، او انك تطلعوا ما تحتاجش انك تقلبوا وتطلعوا من المدرسه وما الى ذلك. كاينين زعما بوادر شفناهم في مباريات ديال كاس التمييز انه كاين لاعبين اللي نقدروا انه ان شاء الله زعما نمشيو عليهم. وزهير الديب هو ايضا مهراوي جديد جاي في قادم المباريات ان شاء الله، نتمنوا انه يعطينا زعما يوصل نعم ديالو. التالق ديال المهاجم هو انه تسجيل الاهداف، تيلعب بزاف الادوار اللي راها ربما ما داش تبان سميتو، ولكن تالق المدافع المهاجم هو تسجيل الاهداف، تتولي السميه ديالو باينه، تتيه العروض تنهالوا عليه. نتمنوا لزهير الديب الخير. انا صراحه ما بغيتش نهضر على الجديد ديال زهير الديب فين باش نسولوا عاوتاني الدراري المتابعين يعطيونا الراي ديالهم باش نعطيك الكلمه ديالي وخلي الدراري يهضروا في انتظار لا فهمتي الصفحه الرسميه. جينا نعاودوا نهضر عاوتاني بزاف. لا انا هنايا في انتظار الاعلان الرسمي من الصفحه الرسميه بتجديد العقد ديال زهير الديب وصافي. هذا هو الكلمه ديالي. وي مي فهمتي هذه النقطه هذه داخله فهمتي في الامور زعما فهمتي في السياسه ديال النادي اللي هضرنا عليها مؤخرا، لانه فهمتي كاينه هذه الرؤيه هذه انه خص زعما يكون امور اونتيسيبي باش حتى زعما مستقبل النادي زعما يكون غادي بواحد الخطه ثابته وما نكونوش دائما يكون عدم استقرار في التركيبه البشريه. دونك كنمشي معك خويا اسامه. دونك لاحظنا انه في الميركاتو دار واحد لي ريكروتمون سيبلي. دونك كانوا دي ريكروتمون سيبلي بمجموعه من اللاعبين. ما حبسناش في الميركاتو، انه بعد الميركاتو كملنا العمل ان التركيبه البشريه فهمتيني كانت زعما خصنا نعزوها بلاعبين جداد وي في الميركاتو، لكن ما خصناش نساو انه كاين لاعبين اللي ايضا ما خصيش زعما اعاده النظر في العقود ديالهم، اللي خصنا فهمتيني نشوفوا المستقبل ديالهم، لانه كما انك تسقط لاعبين راه ممكن تفقد لاعبين اخرين، لانه راه عالم كره القدم هذا وانت راه في قسم الاضواء ما بقيتيش في قسم نقولوا في المظالم وقسم الظلمات اللي ما عليكش العين. دابا عليك العين وكاين تنعرفوا وكلاء، كاين اتصالات، كاين مجموعه من الامور اللي كتخلي الفريق خصو يتحرك. فشنو نقدروا نقولوا على هذه القضيه هذه ديال هذه السياسه الرياضيه اللي زعما اللي شفناها؟ كيفاش تم التعامل مع الملف ديال مهراوي؟ وايضا اذا ممكن تعطينا الراي ديالك فهمتيني في القضيه ديال اللاعب الديب، وايضا رؤيه بصفه عامه كيفاش نجيريو هاد لي كا هادو، لانها راه مساله ماشي سهله، انها راه كيدخلوا فيها زعما مسائل ماديه واللي خصنا زعما ننتبهوا لها. اخويا اسامه. عندي بزاف ديال الحوايج ما نقول، ولكن نحاول ناثرهم باش نمشي في منهجيه واضحه. غنبدا من حاجه وحده كنعقل عليها خويا حمزه. انت كنتي قلتي العام اللي فات مزال كنعقل في احد الحلقات كنتي كتقول على انه فوقاش غادي يجي الوقت نبقاو نشوفوا عقود طويله الامد، عينا هاد لي كونطرا ديال 6 شهور، عينا هاد الكونطرا ديال نص عام كذا الى اخره. مازال كنعقل عليها وكنت مازال كنعقل انه كنقول شوف المرحله السابقه المهم غنفوتوا هذه المرحله ان شاء الله ونصبروا شويه وان شاء الله. ما كنتش كنتوقع انه العام اللي من وراه غندخلوا في هذه الامور هذه بهذه الطريقه. كنت كتبتها في البروفيل ديالي انا في اوسي كونسيرن جيستيون ديال الملفين بجوج ديال مهراوي، اولا العقد ديالو الى غايه 2027 والعقد ديال الديب. المهراوي ديما كنقولها لهشام كنعتبروا لو شوشو ديال هذا البودكاست، هذا الوليد البودكاست، لانه مازال كما قال هشام يعني في وسط ديك الحلقه الناريه ديال رجاء بني ملال العام اللي فات بزاف ديال الاكسترا سبورتيف وبزاف ديال كذا من الحلقات اللي انا زعما شخصيا ما تنحملهاش، لانه هضرت قليلا في كره القدم وهضرت بزاف في الاكسترا سبورتيف. كان هشام بدا ملاحظته على اللاعب المهراوي وتكلم فيه
ومن ثم انطلقت المسيره، وحللنا بما فيه الكفايه اللاعب مهراوي، وعندنا زعما ذكريات مع اللاعب مهراوي، وكيفاش يعني حتى المحيط ديالو يتلقى هذا البودكاست ده. فتنتمنى ليه التوفيق والتيسير، وان شاء الله حظ موفق معنا الى غايه يعني ان يقضي الله امرا كان مفعولا ان شاء الله. جيستيون ديال الملف ديالو ينطبق على الملف ديال مازال نهضر فيه. بالنسبه لي انا الحاجه اللي عجبتني بزاف هو يعني تبعت الملف ديالو عن قرب. الجيستيون من طرف النادي كانت مزيانه، الجيستيون من طرف المحيط ديال مهراوي كانت مزيانه. الحاجه المهمه هو انه النادي اصبح يوقع عقود تمديد بدون شرط جزائي. هذه حاجه اللي مهمه بزاف. لافير ساماكي اسفي زلزلت الدوري المغربي، زلزلته يعني زلزال، باش انه الساماكي هداف ديك الساعه ديال النادي المغربي يمشي ب 150 مليون لليبيا وشرط جزائي عنده فيه 150 مليون، احدث زلزالا كبيرا في الدوري المغربي. الناس بدات كتشد في دماغها وكذا. في وسط هذه المعمعه وفي وسط هذه العاصفه الكوديم بدات كتجدد لركائزها الاساسيه بدون شرط جزائي. ماذا يعني بدون شرط جزائي؟ الذي يعنيه هو انه اذا بغيتي اللاعب لابد من المرور بالنادي، فهمتي؟ وهذا يثبت حسن النوايا، حسن النوايا من الجهه ديال اللاعب المحيط والجهه ديال النادي. يعني هناك جسور وثقه. فتكلم هشام بما فيه الكفايه عن انس مهراوي، انا غنتكلم على زويا الديب. شوف، هي فقط ترتيبات اعلان. انا زعما عندي البيرميسيون ديال نشر المعلومه، لانه فقط هو كان اجراء بروتوكولي ديال الاعلان، اما راه صافي راه تقريبا شبه اعلان رسمي. الديب كما المهراوي وقع معه العقد يوم الجمعه، يعني قبل الماتش، والعقد ديالو الى 2028 وحتى هو بدون شرط جزائي. كنت ديما كنقول لهشام على انه ديب هو الكونتينيويتي ديال مهراوي. كنشوف هكا، كنشوف الكونتينيويتي ديال دوسي مهراوي هو الديب، وانك تسني تجدد مع الديب بهذيك الطريقه بذاك الهامش الزمني في ديك الظروف كيرسل رساله للاعبين على انه ما كنميزوش بيناتكم. مهراوي يعني درنا داك التجديد في ديك الظروف في داك الهامش الزمني، بالتالي غيكون هو الديب باش نقولوا له على انه حتى انت راك عنصر وركيزه اساسيه في هذا المشروع هذا. فكنتمنى لهم التوفيق، ومازال حنا غنمشيو يعني في واحد المسار ديال مناقشه العقود وداك الشيء كامل. لحد الان جيستيون انا بالنسبه لي جيستيون اللي مزيانه، وكنتمنى لهم التوفيق لا مهراوي لا الديب. وحاجه رائعه، حاجه اللي جميله وواعره بزاف، هو انه في اخر المطاف تكون داك النادي ترومبلان، خصوصا في لي كاب جوج، لانه ما نساوش راه مهراوي والديب قادمون من الهوات بفارق التوقيت. عرفتي شنو هي؟ تولي هذاك النادي اللي نورمالمون غادي يكون واحد القنطره ديال احلام كبيره، اللاعبين الهوات ولا القسم الثاني حاجه كبيره بزاف. تنتمنى التوفيق للجميع. وهذه نقطه زعما في الصميم زعما صرتي لاخويا اسامه. هذه راه زعما تكون نادي ترومبلان بهذه الطريقه هذه، راه زعما ماشي بالسهل انه فريق صاعد ويدير ثقه فهمتي في لاعبين اللي زعما الاقسام. شوف هذه القضيه حتى العقليه ما كانش انك ديما خصك تجيب لاعبين اللي هما عندهم ذوي خبره، وفهمتي راه زعما تبتوها في ارضيه الميدان عليها. وكما شار لها امين في مجموعه من الحلقات، راه خصنا نتابعوا لهذه القضيه هذه ونسيبليو هاد الاقسام هادو، لانه راه فيها واحد لي بيبيت مزيانين اللي غيكون زعما يسهلوا لنا الاموريه بلا ما نبقاو فهمتيني نخدموا مع لاعبين اللي هما فهمتيني مستهلكين ولا ما يقدروش تكون عندهم ذاك الحافز انهم يقدموا الاداء اللي كنتظروا. نمشي عند خويا امين. دونك في هذا التوجه هذا، فكيفاش جاتك زعما التمديد هذا؟ ونطرح عليك واحد السؤال اللي ممكن يجيك شويه غريب، لكن زعما بصفه عامه في انطلاقا من السكواد اللي عندنا دابا اون تيرم دو بروفيل، شكون اللاعبين اللي كيبان لك زعما بلو بروبيس انهم زعما يتم التجديد ديالهم في المستقبل، انطلاقا من الاداء ديالهم هذه بصفه واضحه، لانه زعما خصنا تكون عندنا واحد الرؤيه باش اننا نشوفوا هاد اللاعبين هادو، لانه راه المستقبل الفريق كيتلعب. انه كنلاحظوا ما بقى والو، واحد شويه غيبقى نهضر عاوتاني على الميركاتو ديال الصيف وداك الشيء.
فشكون لي بروفيل ولا بصفه عامه فهمتيني الا ما بغينا كنشيروا الاسماء لي بروفيل اللي بان لك انطلاقا من السن ديالهم، واش غنشوفوا السن فقط انه يكون لاعب جون ولا يكون لاعب فهمتيني مثلا في الثلاثينات وممكن نجددوا معاه انطلاقا من زعما من العطاء اللي كيعطينا في ارضيه الميدان ومن الليدرشيب ديالو اللي كاين. كيفاش هاد لي بروفيل اللي كنختاروا نجدوا معاهم المده ديالهم كيفاش انت خصنا نشوفوها انطلاقا من لو بروجي ديال الفريق النادي المكناسي، وانطلاقا من لو غول اللي بغينا نلعبوه في المواسم المقبله، وايضا مع الرؤيه ايضا ديال المدرب سي جريندو. بطبيعة الحال اخويا حمزه غادي نتحفظ على ذكر الاسماء، ما يمكنش نهضر على الاسماء هذه. لا واخا انا تجي نسال عادي وي انا جاي ما تقول اسم واحد، انا جاي ذكر بزاف الاسماء زعما فهمتي انا جاي بطبيعة الحال غادي نتحفظ، ما غاديش نذكر الاسماء لحقاش هذا كيبقى الدور ديال الاداره التقنيه، الدور ديال الاداره الرياضيه، الدور ديال الناس المسؤولين في الفريق باش ما نديروا لا بروباغندا حتى شي واحد. ولكن بطبيعه الحال في السياق التجديد بطبيعه الحال كيكون سورتو اللاعبين شباب، اللاعبين اللي مازال كنشوفوا انهم غادي يعطيو للفريق، اللاعبين اللي بطبيعه الحال ما يمكنش انه لاعبين تجاوزوا واحد السن انك تمدد معاهم عقود لمده طويله، لاعبين اللي كيراكموا اصابات بطبيعه الحال ما يمكنش انك تزيد تجدد معاهم، لانه بعض الاحيان الاصابات نتاع اللاعبين اللي كيكونوا تجاوزوا واحد سيغتاناج كيكونوا دي زيفي تكون داكشي ايريفيرسيبل، لحقاش اللاعب ما يمكنش يعاود يشد لي طابفون ديالو ما عندوش 20 سنه. هذا هو بالنسبه لي لي بوين اللي كيركز عليهم اي اداره تقنيه بتجديد العقود. ربما التجديد ديال المده العقد تقدر تختلف الا كان لاعب مثلا شاب ولاعب اللي تجاوز واحد سيغتاناج ديال 28 29 سنه، ما يمكنش انك تجدد معاه 3 4 وتجدد معاه كل موسم على حده. هو الشيء ماشي غير في النادي المكناسي، هادشي في الانديه العالميه بطبيعه الحال هكا سا فونكسيون كوم سا. فوالا ما غاديش نقدر نهضر كيما قلت لك على لاعبين بالسميات، مي كنظن بان النادي مادام بدا هاد كيما نقدروا نسميوها الحمله ديال الجديد بجوج تاع العناصر الشابه، عناصر اللي كنشوفوا فيهم لا حنا لا ماشي المغاربه كاملين كاع اللي كيتفرجوا في النادي المكناسي ولا في الدوري كيشوفوا بلي عندنا جوج ديال الدراري تبارك الله اللي مازال غادي يقولوا الكلمه ديالهم من هنا لقدام. نعم. فدونك كما قلنا هذه داخله زعما في التوجه، هذه راه من واخا زعما ما تمش اعلان عليها بصفه زعما رسميه، ولكن انطلاقا من لي في اللي كنشوفوا حاليا راه ما كنظن انه الان اللي كنشوفوا لو بروجي زعما تقريبا زعما اون فيزيون دو بروجي اللي كيبني عليها الفريق، ولكن تنفضلوا انه من الاحسن لما لا يتم زعما هذا البروجي يزيد ما يتفسر ونفهموا فهمتي لا فيزيون اللي غتكون ان شاء الله فهمتيني اوضح مع المدرب جريندو من غير لو بروجي ديال البقاء. نتمنوا نشوفوا ان بروجي سبورتيف اللي يكون اوضح من الاداره الرياضيه ومن النادي، لان القضيه غتكون زعما مهمه جدا، رغم راه تنشوفوا الاشارات ديالها زعما في اللاعبين اللي صعدوا من الفريق الامال، وايضا في التجديد ديال اللاعبين. دونك نمشي عند خويا اشرف. دونك التعليق ديالك على التجديد هذا، وايضا سورتو على المده زعما اللي كانت نعرفوا بقات عامين ونص، كان تلاحظوا زعما كان زعما فهمتيني تلاحظوا لاعبين ممكن تجدد لهم 2030. كان زعما كيفاش جاتك هذه المده هذه اللي تم زعما التجديد ديالها اضافه عام، دونك عامين ونص اللي بقات المراوي في العقد ديالو حتى الان. شنو التعليق ديالك على هذه المده هذه مثلا اللي كتبان لك انت، و زعما على هذه السياسه الرياضيه اللي كنشوفوها حاليا خويا على حمزه اللاعب الديب، حيت ما هضرناش عليه بزاف، وتقدر تقول لنا على اللاعب الديب واش ممكن نقولوا انه سي بون اللاعب الديب تكونفيرما بعد البدايه ديال الموسم؟ كان بعض الشك زعما من المتابعين زعما على الاداء ديالو، ما تنشوفوش هداف كبير الان عنده هدف واحد مع الفريق، لكن يمكن مع مرور المقابلات وانه لو غول تاكتيك اللي كيلعبوا العطاء اللي كيعطي ممكن نقولوا انه الى تي كونفيرمي من الاداره الرياضيه ديال الفريق، وزعما ممكن نثقوا في الديب كما قلت اسامه انه يكون حتى هو في المستقبل كما تنقولوا واحد السيروره مع اللاعب المهراوي. خويا حمزه باش نجاوب على السؤال ديالك بالنسبه للاعب الديب، انا صراحه من خلال المقابلات الاولى بان لي داك اللاعب اللي عنده واحد البوتونسيال كبير، حيت بان لي اتاكون اللي كيبان باللي بالو بي مزيان، كيبريسي مزيان، صحيح كيدخل في لي ديول مزيان، وبان باللي عنده واحد لا مارج دو بروغريسيون اللي كبيره بزاف. كانت تتبان من المقابل من خلال الاداء ديالو واحد اللاعب اللي ممكن يتطور، يعني الا خدمنا معاه وواكبناه ووجهناه مزيان
راه غادي نشوفوا منه واحد المستوى كبير، علما انه جاي من الهوات وديجا ماركا اكثر من 25 هدف واقيلا في الموسم الماضي. يعني داك الحس الهجومي راه كاين عنده، غير الكونتكست بدل، راه الهوات ماشي هو القسم الوطني الاول. يعني مازال خصنا نزيدو نخدموا معاه، مازال غادي تكون عنده داك الاكسبيريونس من خلال المقابلات ومن خلال الاحتكاك مع فرق كبيره. بالنسبه لي كتبقى خطوه ممتازه، ومن غير زعما النسبه الاهداف اللي سجل اللي كتبقى قليله، ولكن راه كتبان باللي عنده اون مارج دو بروغريسيون كبيره ومازال ممكن يزيد يتطور. شفنا لو رول تاكتيك ديالو راه بان مهم بزاف في المنظومه الحاليه والطريقه باش كنلعبوا. بالنسبه لي خطوه ممتازه، وشحال مره هضرت لا معك اخويا حمزه لا مع الدراري في الاوف، تينا الصراحه كنت نتمنى ان الفريق ديالنا يفيز على اللاعبين الشباب اللي يكون عندهم بالسن صغير، كيسوا يكون في القوات ولا قسم وطني الثاني ولا قسم وطني الاول، اللي يجيو تبان بلي عندهم اون مارج دو بروغريسيون ونخدموا معاهم. وكما كنقول ديما انا داك اللاعب الشاب اللي عنده واحد الموهبه وعنده لا مارج دو بروغريسيون، فاش جيت تحطو في فريق جماهيري كبير كفريق النادي المكناسي ولا في القسم الوطني الاول، غادي تكون عنده داك الرغبه انه يبان، انه يبين. من غير الخدمه راه غادي يكون المسار ديالو مزيان. خص غير تكون عندنا داك الاداره التقنيه يكونوا كما كنقولوا عندهم منقبين في المستوى باش نقدروا نطيحوا على هاد اللعابه. والمثال ديالنا هو المهراوي. شفنا مهراوي منين جبناه وشفنا من خلال هذا الوقت القليل شحال لعب مهراوي، تقريبا دابا بحال يلا لعب سنه. بالنسبه لي انا سنه في لا كونتينيتي، لعب تقريبا الشطر الثاني من القسم من الموسم الماضي فاش كنا في القسم الثاني، وهذا الشطر الاول ديال البطوله. يعني في سنه شفنا لا مارج دو بروغريسيون كانت عنده كبيره بزاف. شفنا فيما وصل له المهراوي الان. كنتمنى النادي يكمل على هذه السياسه، حيت غادي تكون مربحه بزاف للنادي وغادي نستافدوا بزاف من اللاعبين بهذا المستوى هادو. لان كما كنقول ديما داك اللاعب تكون عنده الرغبه، وداك الرغبه باش يبين ولا كان عنده مستوى راه غادي يمشي بها مزيان. عكس ما الا جبنا لاعب عنده 30 عام ولا 34 عام، راه بلا ما نذكر الاسماء راه كما كتشوفوا اما كيكون مصاب نص ديال العام ولا ما كتكونش عنده داك الرغبه ولا داك الهدف لانه يقدم واحد المستوى كبير، لان كيبان له باللي راه صار الكارير ديالو. وي هذه كتبقى زعما في لا فيزيون. دونك كما قلتي راه فاش كتسيني مع لاعبين شباب راه كتبين لك ان الفريق راه اكثر زعما عنده واحد لا فيزيون فير لو فيتور، وهذا الشيء اللي كيتاكدوا فهمتيني. وتنذكروا من ناحيه تجديد العقود، راه اللاعبين كان مازال عندهم عقود 2026 بالنسبه للمهراوي. ظن الديب كان عنده جوبونس 2027 ما خفت نكتب فهمتي. دونك كاين هذا كان عندهم عقود لا فهمتي في العقد اللي كان قبل، ما هو راه فهمتي راه حتى 2028 في التجديد في العقد السابق اللي كان عنده كان ممكن يبقى. ولكن علاش كنجدوا العقود ديال المتابعين ديالنا اللي ما عارفينش هذه المعلومه، انا كنجدوا العقود انه فهمتي باش نحميو عقد اللاعب. دونك راه باقي عنده، ولكن شحال ما كان المده العقد ديالو اللي باقا طويله شحال ما حتى في لي نيغوسياسيون تقدر تنيغوسي دي مونطون اكبر. وانه ايضا كاين فرق اللي مستعده انها تسنى مثلا لما تبقى 6 موا في العقد ديالو وتسيني معاه. دونك انت كتخلي هذه القضيه هذه كتحيدها، دونك باش ما تسيناش معاه بري كونطرا مثلا العام الجاي في شهر يناير ولا شي حاجه. كتحمي عقد اللاعب وكتخلي الامور فهمتي ترونكيل حتى من ناحيه ديال النيغوسياسيون. كتكون زعما انت افونتاجي في لي نيغوسياسيون مع لي زيكيب في حاله ما جا عرض ولا بغيتي زعما تدخل في مفاوضات مع فرق اخرى. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الموضوع هذا. مازال زعما نرجعوا له فهمتي في المستقبل الا شفنا شي موجه ديال تجديد العقود مره اخرى ولا كان ماشي حاجه، لان هادو هما المواضيع اللي فريمون خاصين بمستقبل الفريق. دونك وهذه مساله مهمه. نذكروا انه راه تم زعما كاين عقود احترافيه بالنسبه للاعبين اللي طلعوا من الفريق من الامل، انه تم اعاده النظر فهمتيني في هذه القضيه هذه باش حتى هما ما تكون عندهم واحد المواكبه وزعما نوجدوهم حتى هما فهمتي باش يكونوا زعما عناصر مهمه في الفريق الاول في المستقبل. دونك هذه نقطه راه كتكمل في هذه السيروره هذه. نتمنى زعما نكملوا فيها، وكما قالت اخويا اشرف اننا لما يكون عندنا الفوكس هذا اننا نشوفوا لاعبين اللي بين قوسين مغمورين ولا فهمتي في اقسام ما عليهمش اضواء بصفه كبيره، لكن راه خص هذا الشيء خصو عمل وخصو فريق ديال الكشافه وخصو مجموعه من الامور باش تكون فريمون عمل سيبلي وما تكونش الامور كتجي زعما طفرات مره، لانه هادشي خصو خدمه ومواكبه. وهذا موضوع ان شاء الله مازال نهضروا عليه الجانب ديال اكتشاف اللاعبين وفي الاداره زعما الرياضيه والهيكله ديالها سورتو من ناحيه
ديال الانتدابات. دونك هذا كان المحور دونك اللي واحد القوس حليناه بالنسبه